السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، كما ذكرت في العنوان أسباب إيقاف المنحة البطالة في الجزائر. أولا، تقوم الحكومة الجزائرية الآن على تقديم منحة البطالة لمساعدة المواطنين ماليا ودعم الشباب حتى يجدوا فرص عمل مناسبة لهم، وأوضحت بأن تلك المنحة يتم إعطاؤها للأشخاص الذين لا يمتلكون أي فرص عمل يمكنهم من خلالها تلبية احتياجاتهم الأساسية واحتياجات أسرهم. وأعلنت بأنها سوف تستمر في صرف تلك المنحة لهم حتى الوقت الذي سوف يكونوا به ممتلكون لوظيفة. وأوضحت بأن سوف يتم إيقاف صرف تلك المنحة لفئة معينة من المواطنين، لذلك دعونا نقوم بتوفير لكم تلك الفئة التي تكون على علم بها. أسباب إيقاف المنحة البطالة في الجزائر 2025. كما تعلن الحكومة الجزائرية، تم إعلان عن مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف صرف منحة البطالة إلى المواطنين وقطع الدعم المالي لهم، وتتمثل تلك الأسباب في الآتي. أولا، يتم إيقاف صرفها للأشخاص الذين يحصلون على فرص عمل ويقومون برفضها ولم يستفيدوا منها. إذا أصبح المتزوج يمتلك بطاقة فلاح. ثالثا، في حالة استفادة من برنامج الدعم الآخر المقدم من قبل الحكومة الجزائرية، إذا تم إرسال البيانات غير الصحيحة أثناء التقديم على تلك المنحة. في حالة عدم تجديد بطاقة عمل لمدة 2 شهرين متتاليين، إذا كان المتقدم ينتمي إلى الصندوق الوطني للتقاعد، عدم الاستجابة المستفيد لطلباته في السوق العمل. هذا كان توضيح لأسباب إيقاف المنحة البطالة في الجزائر. والآن قم بتوضيح طريقة تجديد منحة البطالة في الجزائر 2025. يمكنكم الآن تجديد منحة البطالة والاستفادة منها مرة أخرى بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التي سوف نقوم بتوضيحها لكم في السطور القادمة. أولا، يجب الدخول على الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل وتسجيل الدخول على ذلك الموقع عن طريق إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، ويجب أن تكون صحيحة. يجب بعد ذلك الضغط على تجديد منحة البطالة وإدخال البيانات المطلوبة والتأكد من دقتها. قوموا بتحديث أي تغييرات في الوضع المهني إذ توفر، ثم قوموا بإرسال الوثائق الرسمية على ذلك الموقع. يجب بعد ذلك الضغط على زر إرسال الطلب لإتمام عملية التجديد بنجاح، وبالتوفيق للجميع.